في رحلة البحث عن صديق، خلينا نسأل نفسنا سؤالين: إيه هي معايير الصداقة الحقيقية؟ وهل ممكن تكون في صداقة حقيقية بين الجنس الناعم اللطيف والجنس الخشن الظريف؟ كل ده هجاوبكم عليه، ويلا نفهم مع رندا فايق إيه معنى الصداقة الحقيقية. الصديق الحقيقي اللي بيبان في المواقف والأفعال. كلمة صداقة جاية من الصدق، تلاقي إن الشخص ده صادق ووفي وأمين ومخلص. حقيقي الصداقة الحقيقية هي كنز من كنوز الحياة. كتير بنتعرض للخذلان من أعز الأصدقاء، وكتير بنوهم نفسنا ونقول إن ده صاحب صاحبه، عمره ما هيخذلني، عمره ما هيأذيني، واستحالة يطلع أسراري. وفجأة بتتعرض لأكبر صدمة في حياتك، وهي الطعنة من أعز صديق. علشان كده لازم نعرف إيه هي معايير الصداقة الحقيقية. في بداية التعارف على الأشخاص خليك مستمع جيد، اسمع واهتم بكل كلمة، علشان طريقة كلامه هتوضح لك أخلاقه وصفاته. بلاش في البداية تتكلم عن المشاكل وعن السلبيات وعن الأحزان اللي عمرها ما هتخلص. بلاش تظهر ضعفك ومشاكلك. الشخص اللي قدامك مش مطلوب منه إن يستحمل طاقتك السلبية في الحياة، ده مش صح. خلينا نتكلم بشكل إيجابي. اتكلم عن طموحك، عن أحلامك. خلي جواك طاقة فيها تفاؤل ليك وللي قدامك. في اللحظة دي هتشاركوا بعض الأفكار، هتبتدوا تفهموا بعض بعمق، وهتكونوا مراية لبعض. وهنا بقى هتظهر المواقف والأفعال. فمعايير الصداقة الحقيقية هي الصراحة والوضوح، والأمانة في الحفاظ على سلامك النفسي، والاستماع الجيد باهتمام. هتلاقي الشخص ده بيتواصل معاك بشكل مستمر رغم انشغاله ومسؤولياته، بيحدد ليك وقت في وسط انشغاله، بيكون داعم ليك في وسط مشاكلك. هتلاقيه بيقولك احنا هنحلها، احنا هنفكر. يعني في كلامه بيجمع بينك وبينه، احنا اتنين في ايد واحدة. هتلاقيه بيحتويك، بيشاركك احزانك واوجاعك قبل افراحك. عمره ما هيحكم عليك، علشان عارف انك انسان، والانسان مش كامل. الكمال لله وحده. كلنا بنغلط، بس الحلو اللي فيه لو غلطت هيقف في ظهرك ويسندك ويدافع عنك، وبينك وبينه هيعاتبك وينصحك بشكل لائق. أهم حاجة يحافظ على سلامك النفسي. الشخص ده مريح، صدقني هو ده الشخص اللي تقدر تشاركه أسرارك وانت مطمن. هو ده الشخص اللي بيحتويك وبيرد غيبتك ويدافع عنك قدام العالم كله. ده الصديق الحقيقي. هو ده كاتم الأسرار، اللي يقدر يغفر لك ويسامحك، واللي يقدر يعترف بغلطه ويعتذر، اللي عمره ما يقلل منك لا قدام نفسك ولا قدام غيرك، اللي يقبل عيوبك قبل مميزاتك، واللي يلتزم معاك بكل كلمة بيقولها، وكلامه ووعوده سيف على رقبته ليوم الدين. الشخص اللي دايما بيحول طاقتك السلبية لإيجابية، هو ده الصديق الحقيقي. هي دي الصداقة اللي عمرها ما تموت أبدا. نيجي بقى للسؤال التاني والأهم في الحلقة: هل الصداقة بين الراجل والست بتكون صداقة حقيقية؟ قبل ما أجاوبك على السؤال خلينا نتكلم عن البداية. سيكولوجية الراجل وسيكولوجية الست بتعتمد من البداية على التربية. الأهل ليهم دور كبير في توجيه وتعليم أولادهم، بنات وولاد.
فهنا كل أم وكل أب بدل ما يربوا أولادهم بالأوامر والشخط والعقاب، انت ولد مسموح تعمل كده والبنت ما ينفعش تعمل كده، الأحسن كونوا ليهم أصحاب. لازم تعلموهم معنى الصداقة، وهي العطاء من غير مقابل، العطاء من غير شروط. ده اللي بيحسس الأولاد بالأمان، فعلى طول كل حاجة هتحصل هيجري الولد يحكيها لأبوه وأمه. فإذا الصداقة أساس الحب. هنعلم الولد إنه لازم يحترم أخته ويكون ليها صاحب، وبالتالي الولد على طول هيحترم البنوتة اللي معاه في الفصل، والكلام ده برضو هنعلمه لبناتنا. وهنا بقى احنا علمنا أولادنا الاحترام بين الولد والبنت علشان ما يخرجوش مرضى نفسيين. علمناهم إن الصداقة هي جزء مهم وأساسي لاستمرار الحياة. علمناهم إن الصداقة هي أساس الحب والتفاهم. علمناهم إن الصداقة الحقيقية المبنية على الاحترام هي أساس الاستقرار والسعادة. ده التعليم الصح اللي لازم نزرعه في أولادنا علشان نقدر نعيش في مجتمع متقدم. إحنا في مجتمعنا الشرقي ما ينفعش تكون صداقة حقيقية بين الست والراجل، علشان إحنا كبني آدمين موجودين في مجتمع إحنا اللي بنحط عادات وتقاليد على حسب أفكارنا. العيب مش في المجتمع، العيب في البني آدمين والتربية الغلط. أنا شايفة أن الصداقة بين الراجل والست مش مستحيلة، وعارفة متأكدة أن الراجل دايما بيفكر بغريزته، بس صدقني الست بإيديها المفتاح، هي اللي تقدر تحط حدود للعلاقة. فهنا الست لازم تكون ناضجة وواثقة من نفسها وعندها كرامة وعزة نفس ومتربية صح. الست لازم تكون عارفة وفاهمة أنها تقدر تفرق بين الشخص الحقيقي الناضج الخلوق والشخص الماكر اللعوب. أنا شايفة أن الصداقة الحقيقية مش مقيدة بتشابه الجنس. فكروا صح وبلاش تبصوا للمرأة كأنها وسيلة للمتعة، علشان في ستات كتير ب100 راجل بتسند قبل ما تتسند.